أحيانًا أكتر شخص بتشتاق له هو نفس الشخص اللي دمّرك، وده مش صدفة، مش علشان أنت ضعيف، لكن عشان في حاجة دماغك اتعلمها غلط ولسه شغالة. خلّيني أقول لك حقيقة ما حدش قالها لك قبل كده، عقلك ما بيحبش اللي يريحك، عقلك بيحب اللي متعود عليه حتى لو كان مؤذي. ناس كتير لمّا تسمع الكلام ده تقول يبقى المشكلة فيّا، أنا دايمًا باختار غلط، بس دي مش الحقيقة وهتعرف دلوقتي السبب. تخيل واحد عاش طول عمره في دوشة، أول ما يدخل مكان هادي يحس بإيه؟ توتر، ملل، إحساس إن في حاجة غلط، مش علشان الهدوء وحش بس عشان دماغه مش متعود عليه. وده بالظبط اللي بيحصل في علاقات كتير. التفسير العصبي إن في جزء في دماغنا اسمه اللوزة الدماغية. الجزء ده مش بيسأل إحنا مبسوطين ولا لأ، هو بيسأل سؤال واحد بس: إحنا في أمان ولا في خطر؟ والمشكلة إنه ما بيفهمش حب ولا كرامة، بيفهم حاجة واحدة: إيه اللي عدى قبل كده وخلانا نكمل. لو الألم قديم يبقى معروف، والمعروف بالنسبة لعقلك حتى لو كان مؤذي يعني أمان. دماغك مش بيدور على اللي يفرحك، دماغك بيدور على اللي ما يفاجئوش. وعلشان كده ممكن تبرر الغلط عادي، أو تستحمل اللي محدش يستحمله وترجع لنفس الشخص بالرغم من إنك عارف النهاية. لما تبعد عن علاقة مؤذية وتحس بفراغ أو قلق، ده مش اشتياق، ده عقلك وهو خارج من نظام كان متعود عليه. فلو أنت حاسس إنك بتتعلق بسرعة أو بتخاف من الهدوء وبتحس إن العلاقات الصحية مملة، أحب أقولك حاجة: أنت مفيش فيك حاجة غلط، أنت بس بتتعلم شكل جديد للأمان. وعلشان كده أنت مش محتاج حد جديد في حياتك قد ما أنت محتاج إن دماغك يتعلم إن الأمان ممكن يكون هادي ومش موجع. في الفيديو اللي جاي هقولك أول تمرين بسيط يخلي دماغك يبطل يخلط بين الألم والأمان، وساعتها اختياراتك مش هتحتاج مجهود، هتتغير لوحدها.